النهاردة هنعرفكم على أحدث المسلسلات الكورية على نتفليكس اللي كل يوم بتكسر الترند وبتشد المشاهدين من أول حلقة. من أكشن مشوق، رومانسية صعبة، لغموض وتشويق. هنا هتلاقي كل جديد ومش هتفوت حاجة. رقم واحد، مسلسل الفضيحة. هو عمل جديد من إنتاج نتفليكس بنسخة كورية تاريخية رومانسية. المسلسل المفروض إنه هيتعرض في الربع الثالث من السنة دي، يعني حوالي شهر يوليو أو سبتمبر 2026. بيتكلم باختصار عن لعبة خطيرة بين الحب والخداع في عصر جوسون، لما السيدة بتكون كويسة وذكية وقوية بتتحدى أشهر رجل لعوب في علاقات الحب، وبتطلب منه يدخل في رهان إنه يغوي أرملة شريفة ومعروفة بعفتها، واللي كانت قررت تبعد تماما عن أي علاقة بعد وفاة جوزها. في البداية كل حاجة بتكون مجرد لعبة لإثبات القوة والسيطرة، لكن مع الوقت المشاعر الحقيقية تبدأ تتدخل، واللي كان تمثيل هيتحول لحب صادق. فهتتعقد العلاقات وهتظهر الغيرة والأنانية، ويتصادم الحب مع قيود المجتمع القاسية وفضيحة كبيرة هتهدد سمعة الكل وهتقلب مصيرهم رأسا على عقب. رقم اتنين، مسلسل حبيب حسب الطلب. رومانسي كوميدي وفانتازيا، هينزل قريب على نتفليكس بس ما تحددلوش ميعاد. المسلسل بيحكي عن منتجة ويب تون شغلها واخد كل وقتها ومخليها فاشلة عاطفيا، لحد ما بتكتشف خدمة غريبة اسمها حبيب حسب الطلب، بتدخلها عالم افتراضي تقدر تختار فيه الحبيب المثالي بالشخصية والمواصفات اللي بتعجبها. ومع كل تجربة جديدة بتعيشها بتعيش قصص حب مختلفة، لكن المشكلة تبدأ لما المشاعر اللي كانت المفروض تكون لعبة بتتحول لحقيقة، وبتلاقي نفسها محتارة بين عالم مثالي مزيف وبين شخص حقيقي في حياتها الواقعية. رقم 3، مسلسل حبنا اللازج، من إنتاج شركة نتفليكس الكوري، ومقرر إنه يتعرض في الربع الثالث من السنة دي، يعني بين يوليو وسبتمبر. بيحكي عن البطلة وهي مدعية عامة عبقرية وناجحة بتفقد ذاكرتها فجأة بعد حادثة، وبتصحى في بلد هادية مليانة محلات حلويات القرفة الكورية تافي. وهناك بتقابل مدرب ملاكمة اللي هو البطل، بيكون شخص قوي وشخص غامض بيصر إنه حبيبها رغم إنها مش فاكراه. قصة حبهم غير متوقعة بتبدأ بكذبة غريبة وفوضى من الحياة اللي هم عايشينها، لكن مع الوقت بتيجي مشاعر حقيقية وسط الأحاديث والمواقف اللطيفة والمضحكة اللي بتحصل بينهم. رقم 4، مسلسل كلاب الصيد الجزء التاني. الجزء التاني مكمل على نفس الجو التقيل اللي حبب الناس في الجزء الأول. أكشن، ضرب نار، عالم دين وقروض غير شرعية، وصداقة أقوى من أي حاجة. القصة بتركز تاني على البطل وصاحبه بعد ما دخلوا أعمق في عالم أخطر بكتير من الأول. المرة دي الأعداء أقوى وشبكات إجرامية أوسع، واللعب كله بقى على الكبير، مفيش رحمة وأي غلطة تمنها غالي جدا.